ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده انا هشوي دبابيس الفراخ في الفرن بطريقه سهله جدا والطعم خطير. شايفه الجمال ولا اروع؟ تعالوا نشوف الطريقه مع بعض. طريقه سهله جدا. دبابيس الفراخ انا كنت نقعها غسلتها، هاجي من النص اقسمها بالشكل اللي انت شايفاه ده علشان تستوي بسرعه وتتبل. اي نوع فراخ انت حابه تعمليه. هخلص كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة. هحضر التتبيلة: نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بابريكا، نص معلقة بصل بودر، نص معلقة توم بودر، نص معلقة كزبرة. هضيف معلقة توابل. التوابل دي فيها شطة وملح وفلفل اسود. هضيف 4 معالق عصير ليمون. هضيف اورجانو، نص معلقة جنزبيل، زيت زيتون، معلقتين صلصة. هخلط التوابل مع الصلصة. هتبل الفراخ. تتبيلة سهلة. هتبل كل كمية الفراخ اللي معايا، هدخلها الفرن على درجة حرارة امريكا 450، مصر 220، لمدة ساعة. انا خلصتها، هدخلها الفرن. الفرن سخن على درجة حرارة 450. شايفة الجمال غير الطعم والريحة. الفراخ مستوية. طريقة سهلة جدا. شايفة الجمال ولا اروع؟ لو مستعجلة تحضريها ما بتاخدش وقت. هزينها ببقدونس. شايفة الفراخ مستوية وجميلة جدا. لو راجعة من الشغل تعبانة تقدري تتبليها وتحطيها في الفرن، ما بتاخدش وقت. وانا عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت رايك ايه. اللي ما عملش فولو اعملي فولو علشان يوصلك شعار باي فيديو جديد ينزل. اشوفكم في فيديو جديد.